وحاجة تانية كمان، الحلم ده زي ما يكون آلة تنبيه، ساعات الإنسان بيحلم بحلم متكرر بنفس الفكرة، ولكن الأحداث بتتغير بتتغير. والشخصيات بتتغير. الحلم بيجي علشان يصرخ في وشك وينبهك ويقول لك في مشكلة في حياتك مأثرة عليك، لازم ان انت تواجهها، لازم ان انت تتخلص منها. هو بيديك حقيقة لنفسك محدش تاني هيديها لك. تخيل أحلامك، محدش هيحلم أحلامك، محدش هينبهك زي ما أحلامك بتنبهك وبتفكرك باللي انت لازم تفتكره واللي انت لازم تواجهه. لازم اعرف ان الاحلام هي نعمة من ربنا، صح. مش انا حلمت بكابوس يبقى خلاص انا ربنا ما بيحبنيش، او ليه الكابوس ده جالي في الحلم. زي عندي مثلا ابني الصغير يجي بيقول لي انا ليه حلمت الحلم الوحش ده؟ ما في احلام بتيجي للاطفال بتبقى صعب عليهم. هو طبيعة، يعني الحلم بيبقى طبيعة، شوية احداث او بتتكون. ممكن يكونوا شافوا حاجه من فيلم. احنا بنتكلم على العمليه نفسها، بالزبط. العمليه نفسها موجوده. فانا لازم اواجه احلامي، لازم اعرف ان احلامي زي ما تكون كانها الحارس بتاعي اللي بيفكرني دايما بنفسي.